أحبتي أينما كنتم في الوطن العربي الكبير، نجدد التحية معكم عبر قنواتكم SSC ومنصة شاهد VIP. مواجهة منتخب موزمبيق أمام منتخب الصومال في هذه المجموعة التي تضم الجزائر، غينيا، باستونيا، أوغندا، موزمبيق، الصومال. المنتخب الموزمبيقي اللي يستضيف الصومالي لديه من النقاط 3 نقاط، أما المنتخب الصومالي ليس لديه أي نقطة من مباراتين، خسر المباراتين. ومن هنا بالتحديد من هذا الملعب، ملعب دوز اللي يقع في موزمبيق، اللي تأسس عام 2011. هذا الملعب اللي يتسع ل 42,000 متفرج يحتضن لقاءات منتخب موزمبيق والموزمبيقي المنتخب، التي يظهر تشكيلته مباشرة أمامكم مع هذه التشكيلة كحارس مرمى وحارس مرمى ديفيد، جون، أمادو، دوف، وتوتشي، وديو رقم 11، وكيميس رقم 12، وجيرود 18، وإيفان 22، وبيو رقم 23. هذه تشكيلة المنتخب الموزمبيقي. أما المنتخب الآخر القادم من الصومال، المنتخب الصومالي، ساكا حسان، هالوند، عيسى عبد الكريم، وعبادي سالم، إبراهيم حسين المتواجد، إبراهيم حسين وعبادي قلنا سالم، وأحمدو ومحمد أحمد. قائد الفريق اللي حتى الآن قائد منتخب موزمبيق المنتخب الموزمبيقي والمنتخب الصومالي في مواجهة من أجل 3 نقاط. تحضر جماهير في ملعب المباراة مساندة للمنتخب الموزمبيقي، ومساندة بعد ذلك للمنتخب الصومالي بأقلية. مباراة قلنا منتظرة مرتقبة في مجموعة الجزائر اللي خسرت، وسيرك سامويل يقود هذه المباراة تحكيميا، ويساعد مايكل وإدريس عثمان كمساعد ثاني. المنتخب الصومالي عبد الرحمن محمود، عابل جيمي، محمود علي، ومختار سليمان، وعيسى عدنان، والصادق فيصل، وإسماعيل الحاج، وفهد محمد، ومحمد وادي، مع المدرب رشيد لوكست، مدرب رشيد مدرب منتخب الصومال. وفي انتظار صافرة حكم مباراة وتطلق في هذه الثواني، موجس توكو يطلق صافرة الانطلاقة الأولى للمنتخب الصومالي. منتخب صومالي يأتي على يسار السادة المشاهدين، ومنتخب موزمبيق يأتي على يمين السادة المشاهدين. فهد عليشي سيكون معكم معلقا واصفا لأحداث هذا اللقاء. أول الكرات وأول الأخطاء لصالح المنتخب الموزمبيقي. منتخب موزمبيق يتحصل على خطأ في الموزمبيقية. هذا مانديف إلى منتصف الملعب، خطيرة هذه الكرة اللاعب اللي يلعب في الطرف الأيمن، فيها خطورة على صيحات جماهير. جيني رقم 20، جيني استمع للمنتخب، مشجعين منتخب موزمبيقي يمنون النفس في 3 نقاط. مباراة يعني مهمة تلعب في منتصف الملعب. عادت الادفاعات